واللي انا ماسكه ده جاي لي من مصر. افخر للمره الثانيه ان حاجه في مصر اسمها اورجانيك نيشن يضاهي الجودة العالمية. ألياف الصمغ العربي الصديق الأول لأمراض القولون والإمساك والانتفاخ والقولون العصبي وأي مشاكل في الهضم. ليه؟ الباشا ده ينزل جوه الأمعاء ما بيمتصش فيتخمر. التخمر بتاعه يبتدي بعد ما يتخمر يبقى أكل هنيئا مريئا للبكتيريا النافعة. اتعملت تجربة اللي بياخد الصمغ العربي لمدة شهر بيزود البكتيريا النافعة من 5 ل 10%. تخيل انت عندك مليارات البكتيريا بتزيد في خلال شهر لو كل يوم خدت معلقة صمغ عربي. ادي اول معجزة. يبقى ده يا دكتور هو ده البكتيريا الحية اللي بناخدها؟ لا، ده بري بايوتيك مش برو بايوتيك. يعني ايه؟ البري بايوتيك اللي بيأكل البكتيريا، البرو بايوتيك اللي هي البكتيريا النافعة نفسها. فدلوقتي انا بتكلم على طعام البكتيريا من اجمل الاطعمه، اكنك بتعزمهم البكتيريا بتاعتك على كافيار. جبت لهم كافيار وسيمون فيميه وقاعدين يحتفلوا بالصمغ العربي. ادي اول حاجه. فكل الاعراض اللي بتخص الجهاز الهضمي والقولون وتعب الميكروبيوم الحل الاول الصمغ العربي. ادي اول حاجه في الجهاز الهضمي. هل هو امن؟ يعني لو انا خدته الصمغ العربي ده هتلاقوه في كل المنتجات اللي عندكم في البيت، في اللبان، في الحاجات المحفوظه، في الكورن فليكس، حاطينه في كل حاجه. ولكن للاسف لما تحط حاجه نعمه من عند ربنا مع حاجه مصنعه، حاجه فيها سكر كتير، ضيعت كل الحاجات اللي فيه. واللي انا ماسكه ده جاي لي من مصر. افخر للمره الثانيه ان حاجه في مصر اسمها اورجانيك نيشن يضاهي الجودة العالمية. ومديين فكر تاني، شكرا اورجانيك نيشن تاني، مديين خصم العائلة فكر تاني. ده مثلا 50% من الصمغ العربي من السودان مكتوب المنشأ السودان. السبirulina عاملين لها مخصوص مكان ليهم هم، حاجات كده. انا ارجع اشكرهم تاني. اورجانيك نيشن بيرفكت سورس للحاجات اللي انا بوصي بيها